خلصت تحفيل خلاص على سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه ان هم سابوا الزمالك وراحوا بيراميدز. وكنا قبل كده حفلنا على رمضان صبحي ان هو ساب النادي الاهلي وراح بيراميدز. سيبوكوا بقى من الانتماء خالص، لان ما عادش فيه انتماء في الدوري المصري، ولا عاد فيه انتماء اصلا في الدوريات كلها. لان الدوريات كلها ماشيه بحاجه اسمها الاحتراف، ومين اللي هيدينا اكتر هروح له. يعني من يوم ما بيراميدز دخل الدوري المصري واحنا شايفين اي فريق بيدخل منافسه مع بيراميدز بروح بيراميدز. ليه بروح بيراميدز؟ ليه؟ مش عشان بيراميدز بتاع بطولات، لا، عشان بيراميدز بيدي مبالغ خرافيه في الدوري المصري. يعني عندك هنا يوسف اسامه نبيه ولا سيف فاروق جعفر اخرهم 2 3 مليون، لما انت تروح تديهم 12 و9 مليون في السنه يبقى ايه؟ هل هيكمل في نادي الزمالك؟ لا. هل هيكمل في النادي الاهلي؟ لا، مش هيكمل في النادي الاهلي. ممكن يكون بفضل النادي الاهلي عن بيراميدز، لان النادي الاهلي نادي بطولات وفي اداره كويسه واداره مستقره. غير نادي الزمالك، احنا شايفين اداره الزمالك دلوقتي عامله ازاي، فاي حد هيزود مبلغ عن مبلغ نادي الزمالك هيسيبه ويروح الفريق التاني. كنا احنا عارفين ان عاملين بيراميدز عشان يوقعوا النادي الاهلي، وجت فتره كان بيراميدز كعبه عالي على النادي الاهلي وبيغلبه في كل ماتشات الدوري. بس للاسف النادي الاهلي عرف الخطه وبقى هو عقده بيراميدز. دلوقتي هو بوقع مين؟ دلوقتي بقى بوقع الزمالك. خد مكان الزمالك في الترتيب الدوري وبقى التاني. بدأ يخطف صفقات من نادي الزمالك زي ما خطف سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، ومش هتقف على الاتنين دول بس، هيخطف منك صفقات أكتر وأكتر. وأي صفقة تدخل ضد بيراميدز محسومة لبيراميدز، لأن أنت ولا بتاخد بطولات ولا نادي بيراميدز بياخد بطولات. كلها واقفة على فلوس، وأنت إدارتك دلوقتي إدارة غير مستقرة ومفيش فلوس، فأكيد بيراميدز هيحسم أي صفقة. غير النادي الأهلي، النادي الأهلي أي حد بيبقى عايز يروح للنادي الأهلي عشان البطولات حتى لو المبلغ ضعيف. الحوار اللي احنا فيه ده ما عادش فيه انتماء، بقى كله بيجري ورا الفلوس، ودي بقت حاجه زي الزفت في الدوري المصري. الانتماء يا جدعان اهم من اي حاجه، ان انت تبقى منتمي للفريق وبتحب الفريق ده هتلعب له حتى لو ببلاش، دي بفلوس الدنيا كلها. بس اللي احنا شايفينه ده زباله. يلا سلام.